يا حامد اخويا، الجو هنا في رطوبة قوي، السمك اتأخر. يا حسين يا اخوي، الرزق مش بس سمك، الرزق في القعدة دي وفي النفس اللي بنطلعه في هوا بلدنا. اصبر، النيل ده كريم وما بيردش حد خايب. يا حسين، الصيد بيعلمنا الصبر وإن كل حاجة ليها أوان. الرزق اللي بيجي بتعب طعمه بيبقى فيه بركة. اهو الحمد لله، الصنارة غمزت ما شاء الله، السمك شكله جميل. يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا. اوه ماي جاد يا نعمات، انتوا ازاي بتستحملوا قعدة الارض دي والريحة؟ الفش بدأت تطلع قبل ما ييجوا. حتى قعدة الأرض دي ما بيحسش ببركتها غير اللي جربها، بتلم الحبايب وتخلي اللقمة هنية. أما الريحة بقى فدي ريحة الخير اللي بتجيب لآخر الشارع. الله ينور عليكم يا ولاد ابوي. ربنا ما يحرمناش من بعض، ودايما متجمعين يا أجدع إخوات في الدنيا. العواف يا نعمات، جبت السمك طازة وجميل. ماي دريس، ايه ده؟ انا مش هاكل من السمك ده. يا كاميليا يا حبيبتي، الفستان يتغسل ويرجع جديد، بس اللمة دي لو ضاعت مش هنعرف نشتريها بفلوس. السمك ده حامد وحسين وحكيم تعبوا فيه عشاننا، دي رسالة حب منهم لينا. يا بركة بسم الله، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان خاطر يا كاميليا جربي دوقي بس. لذيذ فعلا، طعمه مختلف عن أي حاجة أكلتها. شفتوا يا حبايب ماما كريمة؟ الرزق مش بس فلوس، الرزق عيلة وسند. بس طعم اللمة على طبلية واحدة هو اللي بيفضل محفور في الذاكرة. خلوا بالكم من ده في عيلتكم، ده الكنز الوحيد اللي مش بيخلص